السلام عليكم. السعودية تحذر من دخول المنطقة مرحلة خطيرة جدا حال توصل إيران إلى إنتاج السلاح النووي. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الأحد من دخول المنطقة مرحلة خطيرة جدا حال فشل الاتفاق النووي مع إيران. وقال بن فرحان إن المملكة ستواصل الدفاع نحو التوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الاتفاق المذكور حال التوصل إليه هو مجرد خطوة أولى وليست أخيرة. وأضاف أن التوصل إلى اتفاق نووي لا يعني أنه توجد ضمانات بأن طهران لن تسعى إلى إنتاج سلاح نووي، محذرا من تطور خطير يهدد أمن المنطقة حال توصل إيران إلى إنتاج سلاح نووي. وفي ملف النفط أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستواصل العمل على استقرار أسعار النفط من خلال الحوار مع كافة الشركاء. وأصدرت السعودية والصين السبت الماضي بيانا مشتركا طالبت فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدتين أهمية احترام إيران لمبدأ حسن الجوار وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.